استورد المغرب ما قيمته 47 مليون و900 ألف دولار أمريكي من الشاي الصيني الأخضر خلال الفترة ما بين يناير وفبراير 2025، متصدرا بذلك قائمة مستوردي هذا المنتوج الذي يعشقه المغاربة على المستوى الإفريقي حسب ما أفادت به بيانات لإدارة الجمارك الصينية. وبحسب البيانات ذاتها، صدرت الصين الشاي إلى حوالي 98 دولة في العالم، من أبرزها المغرب، إلى جانب كل من غانا التي استوردت ما قيمته 17.5 مليون دولار، ثم السنغال وموريتانيا اللتين تلقتا إمدادات بقيمة 11.8 و9.5 مليون دولار على التوالي. وخلال الفترة نفسها المشمولة بالدراسة، سجلت إدارة الجمارك في بكين أن مزارع البن الصينية صدرت منتجاتها إلى أكثر من 36 دولة، تتقدمها هولندا التي استوردت ما قيمته 9 ملايين دولار من القهوة، ثم ألمانيا بما قيمته 4.3 مليون دولار، إلى جانب كل من اليابان وفرنسا وروسيا وغيرها. وأفادت بيانات حديثة بأن صادرات الصين من الشاي إلى البلدان الإفريقية بلغت خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2024 أكثر من 108 ألف طن، بزيادة سنوية فاقت 4%، أي ما قيمة حوالي 362 مليون دولار، وبمتوسط سعر التصدير وصل إلى 3 دولارات و35 سنتا للكيلوغرام الواحد. وكشفت المعطيات ذاتها الواردة في تقرير حديث صادر عن الجمعية الصينية لتعزيز التعاون الزراعي الدولي حول تجارة الشاي بين الصين وإفريقيا عن تصدر المغرب قائمة أكبر خمس وجهات تصدير خلال النصف الأول من العام الماضي، إلى جانب كل من غانا وموريتانيا والسنغال والجزائر، فيما استحوذت هذه الدول مجتمعة على أكثر من 73% من إجمالي صادرات الشاي الصيني. وأشار المصدر ذاته إلى هيمنة الشاي الأخضر على صادرات الصين إلى القارة الإفريقية، إذ شكل أكثر من 99% من إجمالي حجم الصادرات وقيمتها، لافتا في الوقت ذاته إلى تسجيل زيادة في حجم وقيمة واردات الصين من الشاي الإفريقي خلال النصف الأول من العام الماضي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.